يا هلا. اليوم رح ندخل لقلب الحماس، لروح الشغف اللي بيجمع أمة كاملة ورا فريق واحد، أسود الأطلس. خلونا نغوص في الحكاية. إيه، من هنا تبدأ القصة كلها. هذا مو مجرد كلام، هذه دعوة عشان نحس كلنا بهذيك الطاقة اللي تهز المدرجات وتوصل لكل بيت. هذا هو الشغف الكرة المغربية اللي ما له مثيل. وهذا هو السؤال، مين قال أنه المباريات الودية ما لها أهمية؟ يعني فكرة أنها ودية يمكن تخلي البعض يستهين فيها، بس الحقيقة شيء ثاني تماماً. شوفوا، أنسوا كلمة ودية. هذه المباراة أبداً مو مجرد 90 دقيقة عادية، هذه بروفا حقيقية بكل معنى الكلمة. هي الشرارة اللي تسبق الحريق، هي رسالة واضحة للعالم كله: الأسود قادمون وبقوة. طيب، وين رح يصير كل هذا الحماس؟ كل حدث كبير يحتاج مسرح عظيم يليق فيه، والمرة هذه المسرح هو طنجة، والوقت هو موعد مع المجد. سجلوا عندكم هذه المعلومات المهمة: يوم الجمعة 14 نوفمبر في قلب عروس الشمال طنجة، الساعة 8 بالتمام. واللي ما يقدر يكون هناك، شاشة قناة الرياضية هي وجهتنا كلنا. بس تخيلوا المنظر للحظة، الملعب الكبير في طنجة بيصير عبارة عن بحر هائج، وأمواجه هي الجماهير بلونين بس، الأحمر والأخضر. هذه مو مباراة، هذا احتفال وطني. والحين خلونا نتكلم عن الجانب التكتيكي شوي. ليش هذه المواجهة بالذات مهمة؟ لأنها أكثر من مجرد فوز أو خسارة، هي حجر الأساس لمشروع كبير جاي. يعني المدرب وليد الركراكي يشوف هالمباراة كمختبر حقيقي. أول شيء، يختبر جاهزية اللاعبين البدنية. ثاني شيء، يرجع الانسجام بين خطوط الفريق ويطلق طاقاتهم. والأهم من كل هذا، إنها بروفا حقيقية لبطولة كأس الأمم الأفريقية اللي رح تكون على أرضنا وبين جمهورنا. هنا رح يبين مين اللاعب الجاهز نفسياً وبدنياً للمعركة الكبيرة. وبما إننا نتكلم عن التحضيرات، إذا كنتم مستمتعين بهذا التحليل، لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل التحليلات الجاية أول بأول. وهنا تبدأ الأسئلة اللي في بال كل مشجع. هل رح نشوف أشرف حكيمي يطلق العنان لسرعته الصاروخية على الجهة اليمنى، هديك الانطلاقات اللي تعبت دفاعات العالم؟ وماذا عن حامي العرين؟ هل ياسين بونو رح يكمل تألقه ويبقى السد المنيع اللي يعطي الأمان والثقة لكل الفريق؟ يمكن هذا هو السؤال الأكثر إثارة. كل مباراة كبيرة ممكن تولد نجم جديد، فيا ترى مين هو الجوكر اللي مخبيله لنا وليد الركراكي؟ مين رح يكون مفاجأة اللقاء؟ هذه النظرة في عيون اللاعبين تختصر كل شيء. خلاص، الموضوع تعدى مرحلة التكتيك. الحين هو وقت الشغف، وقت الأدرينالين، وقت التركيز اللي يوصل للسما. والهدف واحد بس: تشريف الراية الوطنية. والآن مع اقتراب النهاية نوصل للزبدة. هذه دعوة موجهة لقلب المغرب النابض، لكل مشجع ومشجعة في كل مكان. كلنا نعرف طقوس يوم الجمعة لما يكون في مباراة. تبدأ بتجهيز النفسية وتحضير الشاي أو القهوة، لأن هذه مو أي جمعة، هذا موعد مع القدر، اللحظة اللي تتوقف فيها الحياة وتتجمع العائلات والأصحاب حول حلم واحد. وهذا هو شعارنا كلنا، الشعار الذي يوحد اللاعبين في الملعب مع الجماهير في كل مكان: هم أسود يقاتلون، ونحن جمهور الأسود اللي زئير ما يوقف أبداً. 3 كلمات تختصر كل شيء: طنجة، الجمعة 8 مساء، المكان والزمان واللحظة اللي كلنا ننتظرها. هذا هو النداء الأخير: كونوا في الموعد. دعوة لكل شخص عشان يكون جزءاً من هذا الحدث، عشان يشهد هذه اللحظة التاريخية ويشارك بصوته وتشجيعه. وفي النهاية، ما في كلمة توصف هذا الشعور أحسن من هذه: هتاف من القلب يوحد الملايين ويهز الدنيا. فيفا ماروك! مستعدين؟